واش كتحس مرة أن عقلك قرب يتفرقع من كثرة التفكير؟ واش حسيتي من قبل بأنك كتدور في حلقات خاوية من الأفكار اللي ما كتفيدكش باش تحل مشاكلك، بل كتزيد من القلق اللي كتعاني منه وكتمنعك من التركيز في أي حاجة أخرى؟ واش حسيتي شي نهار بأنك ما قادرش تنعس بسبب التفكير الزائد، أو أنك فيك الموت ديال النعاس ولكن عقلك ما سمحليكش باش تنعس؟ علاش أحيانا كنغرقوا في سيناريوهات ديال كون غير، تخيل لو كان، علاش ما درتش؟ وكتحتل عقولنا أفكار ما نقدروش نتفكوا منها بسهولة. وعلاش كيجينا اليأس من داكشي اللي فات وكندموا نأنبوا في راسنا على مواقف وقعت في الماضي، ورغم أن تأثيرها على حياتنا ما بقاش لكن مازال كنفكروا فيها. اليوم غنحاولوا نجاوبوا على هاد الأسئلة ونتكلموا على ظاهرة التفكير الزائد، وشنو الخطوات اللي غتساعدك باش تحد منه وتعيش حياتك بدون ندم وتأنيب. فشنو خاصك تعرف على التفكير الزائد؟ في البداية خاصك تعرف أن التفكير الزائد ماشي مرض، بل هو تجربة بشرية غندوزو منها كاملين مرة في حياتنا على الأقل. ورغم أنه ماشي مصطلح علمي لكن تيبقى من أكثر المشاكل النفسية اللي كثيرة في العالم. في المصطلح العلمي اللي قريب منه في علم النفس وهو الاجترار، وكيعني إعادة الكلام نفسه في كل مرة. في علم النفس كيتعرف الاجترار على أنه شكل من أشكال الاستجابة للضغط النفسي، وكيتمثل بالتركيز بشكل متكرر على التفكير بأسباب وعواقب شي مشكلة أو حدث وقع لك. لذا فغنركزوا هنا على مفهوم الاجترار لأنه هو الأكثر شيوع بين الناس، وهو كيقصدوا معظم الناس فاش كيتكلموا على التفكير الزائد. فعلاش كنفكروا أكثر من اللازم وعلاش ما كنقدروش نتوقفوا على التفكير؟ فعلى سبيل المثال غنسولك، واش عندك مشكلة؟ إلا جاوبتيني غنسولك مرة أخرى، واش تقدر دير شي حاجة باش تحلها؟ إلا قلتي لي لا فإذا ما تقلقش، وإلا قلتي لي حتى هي ما تقلقش، وإلا قلتي لي ما عندك حتى مشكلة في الأساس فما تقلقش. في نهاية المطاف ما تقلقش. لكن في الحقيقة هذا تبسيط كيسهل الأشياء. فالتفكير الزائد والقلق والاجترار ماشي ظواهر يمكن لينا نتعاملوا معها بهذه البساطة. تقدر تقول أن التفكير الزائد ما مزيانش، متفق معك، ولكن خاص تعرف أن هذا التفكير الزائد والاجترار ما كيجيوش بقصد منه، بل هما كيجيو بشكل تلقائي وكأنهما عادة لاصقة فينا ما يمكنش نتفكوا منها، رغم أنها كتسبب لينا مشاكل. كما أننا ما كنفكروش بالأشياء بشكل مفرط غير حيت بغينا، بل كتكون مؤشرات لوجود مشاعر مدفونة في الداخل ديالنا ما نقدروش نتجاوزوها بالطرق المعتادة، فتيكون تجاهلها إهمال لواحد الفرصة كانت غتخلينا نفهموا ذاتنا بشكل أفضل. بالإضافة لأن التفكير غيشتت لينا الشعور المباشر بالألم، وكيمنحنا في المقابل شعور اللي كيخلينا نسيطروا على الأشياء وأننا أكثر قدرة على التعامل مع المستقبل. ما حدنا كنفكروا في الماضي بجميع جوانب. هذا الشيء كامل غيساعدنا نفهموا هاد الظاهرة ونتجاوزوها في نهاية المطاف. فما يمكنش لينا نحصروا العوامل اللي كتلعب دور في زيادة حدود التفكير الزائد أو الاجترار عند الشخص، فهي كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها الجينات ونمط الشخصية والتعرض للصدمات ووجود بعض الاضطرابات النفسية بحال اضطرابات القلق والاكتئاب، وبالإضافة لجنس الشخص واش ذكر ولا أنثى. فشنو ندير باش نتخلص من التفكير الزائد؟ أولا فهم طبيعة الأفكار الاقتحامية والتفكير الزائد. في المجال النفسي بداية حل المشكل كتكون في الوعي بها، فالوعي ديالك بها وبأوقات حدوثها غيخليك أكثر توجه لإدراك جذورها الحقيقية ومن ثم مواجهتها. فملي كتعرف مثلا أن تفكيرك الزائد متركز على مواقف اجتماعية كتحس بالحرج منها وأن هذا الشيء ما كيوقع ليك إلا قبل ما كتنعس، هذا الشيء كيؤدي بيك لحصر المشكلة في سياق معين. من المهم أيضا تفرق ما بين التفكير الزائد والاجترار من جهة والتخطيط وحل المشكلات من جهة أخرى. فاللي كيوقع ليك كيتسمى بشلل التحليل، والمشكلة أنك كل ما بدلتي مزيد من الجهد في التحليل كل ما زاد التفكير. فمن بين الاستراتيجيات اللي مزيانة هنا هي الكتابة، لأن الكتابة كتفعل إرادتك الحرة مزيان وكتساعدك على نقل الأشياء والأفكار من اندفاعات غير إرادية واللي تيكون مصدرها اللاوعي، فتقدر تتعامل معها بموضوعية أكثر. ثانيا حافظ على روتين يومي صحي. فباش تعرف أن المحافظة على أركان الحياة الصحية كتقلل بشكل جيد احتمالات حدوث تفكير زائد أو اجترار الأفكار، وكتقلل من الشدة ديالو في حالة وقع. فالأبحاث العلمية بينات أن عادة النوم والغذاء الصحية والرياضة كتخلي الحالة النفسية كلها متزنة بشكل مزيان، وأنها كتساعد أيضا على تخطي الضغط النفسي اللي مازال ما تطوراتش الاضطرابات النفسية، كما أنها كتستخدم بوصفها عامل مساعد في علاج عدد من الاضطرابات النفسية اللي منها القلق والاكتئاب. ثالثا نشغل انشغال
ايجابي. خاصك تعرف ان الانشغال بالهاتف والسوشيال ميديا يقدر يؤدي لنتائج عكسيه، كما انه يقدر يسبب مشاكل اخرى اللي كتعزز الاجترار على المدى البعيد. فيمكن ليك تلقى واحده من مفاتيح التعامل مع التفكير الزائد والاجترار في تحويل التركيز من العالم الداخلي الى الحيز الخارجي، ومن عالم الافكار الى عالم الفعل الواقعي. وتقدر ايضا الخدمه ديالك تخلق انفعالات ومشاعر ايجابيه جديده. فالتشتت بالانشغال الايجابي كيساعد على التغلب على بزاف د المزاجات والمشاعر وطرق التفكير السلبيه. وباش نفهموا التشتت الايجابي فالمقصود به هو الانشغال بداكشي اللي كينفع وكيفيد الانسان. رابعا، مارس التامل. فالتامل كيساعد على ايقاف دوائر التفكير الزائد والقلق، وكانك كتستريح شويه من ديك الحرب اللي نايضه بينك وبين عقلك. ولا باس انك تعتمد على الممارسات والعبادات الدينيه للتخفيف من التفكير الزائد. فبلا شك ان الصلاه والتعبد عندهم اثر نفسي ايجابي كيساعدك على تخطي المحن وعلى تجاوز المخاوف ديالك وعلى احزانك. خامسا، تكلم مع الناس اللي كتثق فيهم. فوجود الدعم الاجتماعي مهم بزاف في اي نوع من المعاناه النفسيه، وشعور الانسان بوجود اللي غيدعمه ويوقف بجنبه ما يمكنش يتعوض بشي حاجه اخرى. وهنا غنكونوا تنهضروا على الحديث مع الاصدقاء، العائله او اللي قراب ليك في حاله كنتي كتثق بهم. وهذه الطريقه كتعتبر وسيله من وسائل التعامل مع التفكير الزائد بشكل افضل. لكن المهم يكون هذا الحديث بصيغه تنفيس عن الذات والحديث البناء. اخيرا، كن رؤوف بنفسك وتعامل مع نفسك كما لو انك تتعامل مع صديق ليك. فمن مشكلات التفكير الزائد والاجترار انه كيعزز جرد المرء لنفسه وشعوره بالذنب والتقليل من قيمه نفسه، وهذا كيحدث بشكل اكبر عند الاشخاص اللي كيمتلكوا ميول كبير للكماليه في شخصياتهم. لذلك فالمهم تحاول تخرج من الاشتباك مع الذات، او انك تحاسب نفسك وكانك شخص اخر. فالتعاطف مع الذات عامل وسيط مهم ما بين التفكير الزائد والضغط النفسي.